لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1031 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومبستي رزامندي رب العالمين وهوادان إيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والأخوة شويستان على سياقي وآتاني كرب العالمين بازل دور وكان دكا دفرمي سوين بالله تعالى دخون تاوك ورازيتان بكن لكاتك دا أقل أوان إيمان داري راستقين بن دبوا هول بدن الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم لخوان رازي بكن أقل إيمان دارا لا تفسير غازد لمناسبة أو آتلقى الآت بيش خوي طلع إن هذا نوع آخر من قبائح أفعال المنافقين كواتو زوري شترة لكار قيزونكاني منافق كان أويش أويا إقدامهم على اليمين الكاذبة بويكوا سفن بدرو دخون فهم يؤذون النبي ويسيئون القول فيه يتر آزاري بيغمبردنا صلى الله عليه وسلم قصي خراب درباري دكان ثم يحلفون لكم باشان سفن دخون بدرو كوا تنهال بوي أنقو رازب كان يحلفون بالله لكم ليرضوكم أي يحلف المنافقون بالله لكم كذبا أيها المؤمنون وتأي إيمان دارنا منافق دور وكان بدروس وينتان لو دخون فيتبرؤون من أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوين بدرو دخون تبرا دكن لو يكوا آزار بيغمبريان دابي صلى الله عليه وسلم ويؤكدون لكم أنهم على دينكم واروا سوين دخون لسروي كوا تأكيد دكن وكوا أوانيش وكو إيوا مسلمانا وبستيشان يبتغون بذلك رضاكم تنهاو تنهاج ما بس يعني أنقو رازي بكن لحديث ذا كإمام أحمد طبراني وحاكم رواياتيان كردية سعيدي كوري جبير دلي ابن عباس خويل رازيبي لخوي بابي باسي كردية دلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره لكاتك ذا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لا نزيشي يكك لحجركاني خويبو حجري خزانكاني لنزيشي يكك لحجركاني خويبو وعنده نفر من المسلمين هندك جماريك لمسلمانانشي لقل دابون كاد يقلص عنهم الظلة والتخريق بو سيبر لسريان ندما واتا كاتكي وابو كوا خريق بو سيبركة بتواتي ندما أوانش خوان دابو بناي دواري فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي استاكسك ده تلاتان بدو تساوي شيطان تماشاتان دكا فإذا أتاكم فلا تكلموا أجر هات قصير قال مكان فجاء رجل أزرق كسيك هات كوات ساوشين بو فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بانجي كرد وخسيل قال كرد قال علام تشتمني أنت وفلان وفلان نفر دعاهم بأسمائهم وتي لبرتي يعني صلى الله عليه وسلم فرمو لبرتي أتو فلانكس وفلانكس كنايو كسانيشي هنا لبرتي زوانم بيدن قال فذهب الرجل فدعاهم
ئەو پیاوەش چوو ئەو کەسانێکەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ناوی هێنابوون هەمووی بان کردن فحلفوا بالله واعتذروا إليه سوێندیان بەخوا بە الله خوارد و اعتذاریان خواست کەوایان نەگوتیە فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ئیتر خوای گەورە سبحانه وتعالى ئەو ئاتەیدا بەزان کەوە لە ڕۆژی قیامەتش وەکو لە سوورەتی مجادلێ لە ڕۆژی قیامەتش عینی هەوڵ دەن سوێن لە بۆ خواش بخۆن بە درۆ وەکو سوێن لە بۆنگۆ دەخۆن بە درۆ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أي والله ورسوله أحق بالإرضاء منكم أيها المؤمنون كواتلكات إذا كاسوين دخون لوي كأنقول أخو رازب كان دي أجر إيمان داربن الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم شاني أوانا زياتر كوال أخوان رازب كان أنقول أخو رازب كان إن كان هؤلاء المنافقون مؤمنون بالله ورسوله حقا كما يدعون أجر وكو بخواني يدعى ذلك كوا مسلمان وإيمان دارن دبا وانا هو بدن خوال أخو رازب كان سبحانه وتعالى بيغمبر أخو رازب كان صلى الله عليه وسلم نك بدرو براستي نك هو بدن تنها أنقول أخو رازب كان والله ورسوله حق أن يرضوه لردا إفراد الضمير في يرضوه مع أن المذكور رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم كواتا تمشى كي باز الله تعالى وباز لبيغمبر كذا صلى الله عليه وسلم أوزا بصيغي مفرد أن يرضوه كواتا بصيغي مفرد باز للرزامندي الله تعالى وبيغمبر كذا صلى الله عليه وسلم لقالوا وش كوا باز الله تعالى وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لبرتي بصيغي مفرد باس كريا لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم أبروي هيج اختلاف يجني لبيني رازبوني خواه سبحانه وتعالى رازبوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم فكأن في حكم مرضي واحد وكوا رازي كردني الله تعالى رازي كردني بيغمبري صلى الله عليه وسلم كواتا يك حكمي هي فإرضاء الله إرضاء للرسول وإرضاء الرسول إرضاء لله تعالى رازي كرني الله تعالى رازي كرني بيغمبر صلى الله عليه وسلم رازي كرني بيغمبر صلى الله عليه وسلم عين رازي كرني خواي قولي سبحانه وتعالى وكذا فمن يطع الرسول فقد أطاع الله هركسيك جورالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو جورالي بيغمبر خواي قولي كردي وكذا سورة النساء فلما تلازما صار كأنهما شيء واحد يتل بروا رازبون كان هل يكشتلوا يا بمفرد باس كرديا أو للإيذان بأن رضاه صلى الله عليه وسلم مندرج تحت رضاه سبحانه يعني تلبوا أو كواتما بقيني رازبوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هر تابعي رازبوني خواه سبحانه وتعالى وذهب غير واحد من علماء العرب وعلماء التفسير إلى أن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاء به لأن الآخر مفهوم منه أسلوب عربي معروف كثير في القرآن كواتا زورق لمفسرين شبه دلن كليردا كبا يك ضمير باس كرا مع العلم باز الله تعالى في غمر كذا صلى الله عليه وسلم لبروي كباز ديك كان كمعنى أويد كش مفهومة كوا باس لا أويد كش ذكره والله أعلم لا تفسير سعيد الله المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله إيمان دار هیچ شتێک بە پێش رازبوونی الله تعالى و پێش رازبوونی پێغەمبەرەکەی صلى الله عليه وسلم ناخي دەڵێ ئەوەش لەو ئاتە وەردەگیرێ لە تەفسیری مەنارج دەڵێ من عادة المنافقين والكاذبين من عصاة المؤمنين وغيرهم عادەن وەکو عادەتێکی دووڕوەکان و وهروە ئەوانەی کەوا درۆزنن لە ئیماندارە گوناحبارەکان و غەیری ئەوانش أن يكثروا الحلف ليصدقوا عادة أو كسانة زور سوين دخون تاو خلق باوران بيبكا لأنهم لعلمهم بكذبهم يظنون أو يعلمون أنهم متهمون في أقوالهم وأعمالهم لبروي عم بخوان دزان تسندروي ده كان لو يقمانيان وياخذ علميان وعلما في هيكوا أو أن دائما لا مقابله سكانيان بقمان ووردجير لو يزور سندي دخون لبوي أو تهمة لأخوان لا بدان زال آتي دواتر إخوة يقول دفن ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وأنا نازانا هر كسك تجاتي الله تعالى وتجاتي بيغمبر كيبك صلى الله عليه وسلم أو بيقمان قري جهنمي لبوها هتا كأوش
مایەی سەرشۆڕی هەر گەورەیە. وكل بقاعدة الله مناسبة أتلقى أو بيشوتر لما بين تعالى أن حلف المنافق إنما هو لكراهة الخزي عند المؤمنين لا أتكبيشتر خواهي قول أوي بديار خسكاتك ومنافق كان سوين دخون بدرو بس لبو أوي كوا للاي إيمان داران رسوان بن خوي روي خويان سبيب كانوا وبين من هو الأحق بأن يرضوه ولو عندنا بياني كرك خواهي سبحانه وتعالى شيء مستحق زيادة كوا رازي بكري الله سبحانه وتعالى وبيغمبركي ليرش أقام الدليل على ذلك في استفهام إنكار وتوبيخ ليرش بلقدين ترسل أو بابته بشويق وكو برسيار كردن وكو شوي استفهام برسيار كردن سرزانش كردن مبينا لهم فروا من خزي منقض فسقطوا في خزي دائم كاتلير أو بيان دكا أوان بودروا كدي كان تاوك إيمان دارن أخوان رازي كون لاي أوان رسوان بن لو رسوابون كاتيي خوان نجاددا بلام دكونا رسوائية دائمي كأيجبريتيا لا أقري جهنم خوابنا من ده. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يحادد أي يخالف ويحارب ويعادي كواتا يحادد بمعنى سيده كسق مخالفة بك محاربة بك دجاتي بك يعني كاتك وضل حاد فلان فلان أي صار في حد غير حده كاتبوا معنى يدي واتلسنجريك غير سنجريبي أي ألم يعلم المنافقون أنه من يخالف الله ورسوله ويعادهما ويحاربهما أو منافقان نازانا هركسك مخالفي الله تعالى ومخالفي بيغمبر كيف صلى الله عليه وسلم دجاتي ومحاربي الله تعالى وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فأن له نار جهنم في الآخرة أو جهنم لبو أما ذكر الآخرة ماكثا فيها أبدا إلى غير نهاية حتى اشتداد مينيت توا وكل رازي دلي تفسير رازي حسن قول ألم يعلموا خواهي قولا ألم يعلموا بكار هنا ليلة دلي طبعا حسن قوله يعني زور جوان هنا لأنه طال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يتر أوان لم بابن فتريش يتساكل لقال بيغمبر دجين صلى الله عليه وسلم وكثرت نهاياته للتحذير عن معصية الله والترغيب في طاعته يتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو فترة دريجة كالقلي جياينا زور آقادارياني كرديتو لويكوا سربيتي الله تعالى نكنوا وهلوا هاني داينا لويكوا طاعتي بكن وقد قال أهل المعاني قولوا ألم تعلم كات ألم يعلموا أنا زاني لقال أو مدة درجة لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبيغمبر صلى الله عليه وسلم سنة آموش قاري كردينا طال أهل معانيش دل ألم تعلم خطاب لمن حاول الإنسان تعليمه مدة كات ألم تعلم أسلوبك بكار دهندري وكذا أنا الزاني أو خطاب لبوكسك وفتركة خريجي فيري بكي يتر وزور هولي لقال دا لبو فيربو ثم إنه لم يعلم كات لبوكسك بكار دهندري كوكسك زور هولي لقدر فير بلام هر فير نبوة يتر أو أسلوبي لقى بكار دهندري بل ذلك الخزي العظيم كاتش كوا هر كسيك مخالفي الله تعالى وبيغمبر كيف كسرت دجمناتيان بك مصير جهنم كرويندري ذلك الخزي العظيم أي دخول نار جهنم والخلود فيها تون ناو جهنم ما نوتيدا هتاي هو الهوان والذل الكبير راستي أبيان ريسوايو زليلي هر قوريه وخواي قولا لسورة آل عمران فيري كذين لدعاء كان ما دا بارين بلين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته يا الله خواه بن بارز لأجر جهنم چونك هر كسيك أتبي بينا جهنم أو الرسوات كردية خواه بنامان دا لصارم المسلول ابن تيمية دلي كاتك وخواي قول دفرمي دربار منافقين والله ورسول حق وأن يرضوه دبوا الله تعالى وبيغمبر كي صلى الله عليه وسلم مستحقن كهولنا رازب كان وهو ألم يعلم أنه ما يحادد الله ورسوله ودوار تجد فرم نازن كسك دجاتي خواب بيغمبر خوابك طال لبين ودوات بيان تلازم الحقين حق الله وحق رسوله كوات الأخلال ودوات أمال وديار ذكوي أو دو حق لقل يك بسترايته حق الله تعالى وحق بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم وأن جهة حرمة الله تعالى وحرمة رسوله جهة واحدة كواتا
هەروەکو الله تعالى حرمەتی خۆی هەیە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم حرمەتی خۆی هەیە فمن آذى الرسول فقد آذى الله هەر کەسێک ئازاری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئازاری الله تعالى دا ومن أطاعه فقد أطاع الله هەر کەسێک جۆرایەری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جۆرایەری الله تعالى کردێ لأن الأمة لا يصلون ما بينه وبين ربهم إلا بواسطة الرسول كواتا أو أمة هر كسيك بيوي بقات الله تعالى نايقات إلا دبي بيغمبر واسطة صلى الله عليه وسلم لرقاي أو شريعتك بيغمبر نايت صلى الله عليه وسلم ليس لأحد منهم طريق غير ولا سبب سواه هز رقاش كان يبقيشتن بخزمة خواهي قورو وكو هز هو كاري شيشنا إلا لرقاي شريعة السنة بيغمبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقامه الله مقام نفسه في أمري ونهي وإخباري وبياني ترخواهي قورو سبحانه وتعالى فرمانكاني خوي ببيغمبر راس بادي صلى الله عليه وسلم كوا بأمة رابقيني فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور كوات لفرمان وأمره نواهي كان ناكر يتجاوز لنا الله تعالى وبيغمبر كبير صلى الله عليه وسلم أو بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم أو خوي قول فرموتي قدر قيمتي بيغمبر جبريل صلى الله عليه وسلم أو قدر قيمة قرتني فرماني الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون